على هامش المهرجان الدولي للسياحة الصحراوية في طبعاته السابعة، نقف اليوم عند معرض خاص بالخيم التقليدية. هذه الخيم التي تحمل في جدرانها نفس التراث، وفي خيوطها حكايات قديمة عاشتها الصحراء على مر السنين، حيث يقدم المعرض نماذجاً مختلفة من الخيم التي كانت تستعمل للسكن والاستقبال وللسفر، ويبرز الطرق التقليدية في نسيجها وتشكيلها، وكيف حافظت الأجيال على هذه المهنة بكل دقتها وجمالها. هنا بين الألوان والأقمشة ورائحة التراث، نكتشف معا جانبا مهما في الهوية الصحراوية التي ما زالت حية تتنفس في كل تفصيل من هذه الخيم، التي ظلت على مر الزمن رمزا للدفء والضيافة والانتماء. مشاركة كباقي الجمعيات، شاركنا في ولاية سيميمون المهرجان الدولي للسياحة الصحراوية. شاركنا بخيمة اللي تعبر عن الموروث الثقافي السياحي خاصة بولاد بشار. من خلال هذه الخيمة نروجوا الأكلات التقليدية واللباس التقليدي والعادات والتقاليد الخاصة بمنطقة ولاد بشار. السبب نتاعنا أننا من بين الأهداف تاع المنظمة الجزائرية للثقافة والسياحة أن نروجوا للموروث الثقافي السياحي المحلي خاصة بولاية بشار. الوفود المشاركة الحمد لله عندها شغل، عجبهم الحال أننا نروجوا خاصة الخيمة الصحراوية، لأن كل منطقة عندها الخيمة الخاصة. ولاية بشار معروفة منذ القدم بالخيمة. يكون فيها الخيمة المثالية، تكون فيها 50 على تكون 10 على 20، ما تكونش يعني كبيرة بزاف. إنهم القماش من الصوف والوبر، مش يعني تقليدية 100%، ما فيهاش نقولوا مواد بلاستيكية، مواد يعني كلش صنع محلي. شحال قاعد الوقت؟ تتطلب وقت على حساب هما كانوا يخدموهم العجايز تاع بكري، ماهيش يعني من الصباح لليل وهي في عقاب الخيمة. عندها أشغال البيت، وهي كانوا هذو اللي يخدموا الخيمة، هذو اللي يعملوا فيها كانوا بدو رحل، ما عندهمش وقت يعني، ولا ما عندهمش ارتباط يعني بها باللي راها يخدموا فيها من الصباح لليل، ولا التوقيت قال من 8 ل 12 ولا على حسب اللي كي يكون عندها فراغ تكمل. كان اللي نضرب نقولوا شهر، كان اللي شهرين، على حساب الكبر الحجم نتاعها. هذه هي الخيمة النيلية، والخيمة فيها زوج، كاين النيلية وكاين الدراجية. الخيمة النيلية يقولوا لها الخيمة الحمراء، والخيمة الدراجية يقولوا لها الخيمة الكحلة، يعني هذه ميزة. المشاركة تاعنا كانت في الخيمة التقليدية اللي هي نتاع لا ريجيو تاع تيميمون. جبنا كل ما هو يعني حرف صناعة تقليدية، وكل ما هو يعني ورشة حية اللي يعني تخدم بعض الأطباق التقليدية والاحتياجات تاعنا تاع البلاد، يعني اللي هي كما نقولوا تاع وسيتو الخدمة تاعنا تاع السعف ونتاع المهم كل الحاجات اللي تخدم يعني في ورشات حية جبنا معنا بعض منهم، حصل ما قدرناش باش نجيبوها كاع. المشاركة كانت هذه تاعنا يعني قبلها فات مشاركات في الصالون نتاع السياحة، الطبعة الأولى في تغيت وبعض الطبعات اللي شاركنا فيهم. الحمد لله الإقبال كبير يعني. تبقى الخيمة أكثر من معلم صحراوي، فهي رمز هادئ يجسد بساطة الحياة في الصحراء ودفء تراثها. حافظت عليها الأجيال بحب، فصارت جزءا من الهوية الثقافية للساكنة، وشاهدا على أصالة لا تزول. ومثل هذه المعارض تساعد في تعزيز الوعي بهذا الموروث، وتقربه للزوار ليبقى حيا في الذاكرة والقلوب.